دي أول شوكولاتة عرفها المصريين، شوكولاتة كورونا، وصاحبها هو الخواجة تومي خريستو، والمصريين كانوا مسمينها شوكولاتة الغزالة، وهقول لكم ليه بعد شوية. الشوكولاتة دي موجودة في مصر من سنة 1919، يعني عمرها أكتر من 104 سنة دلوقتي، أكتر من عمر اللي ما يتسموش، بس طبعا ما كانش شكلها كده، كان شكلها كده، ودي الشوكولاتة السادة، أما بقى اللي بالبندق فكان شكلها كده، وده شكلها دلوقتي. ودي بقى الروكت، شوكولاتة محشية بالكراميل. طبعا ما نقدرش ننسى روكت اللي بالمستكة، وبيمبو ام ورقة صفرا معشوقة الجماهير، ما فيش حد في مصر ملوش ذكريات معاها، واعلانها المشهور بتاع زمان ده بيمبو ولا اللي جنبه. اما بقى الشوكولاته الدارك فكان هو ده شكلها، وده شكلها دلوقتي. وعندهم انواع تانية كمان بجوز الهند والفراوله والنعناع. وما نسيوش الناس اللي بتعمل دايت كمان، عملوا لهم شوكولاته من غير سكر، واحده لايت وواحده دارك. طب وايه بقى حكايه الغزاله اللي على الشعار بتاعها ده؟ بيقول لك يا سيدي انه كان في غزاله بريه دايما بتظهر في ملعب كره القدم بتاع المصنع. ملعب كره قدم؟ اصلا انا نسيت اقول لك، الخواجه خريستو كان عنده مبدا جميل قوي، بيقول لك ان الشوكولاته دي عجينه حساسه بتتاثر بنفسيه الشخص اللي بيعملها، فازاي بقى تكون هي مصدر للسعاده واللي يعملها ما يكونش مبسوط؟ علشان كده الخواجه خريستو كان بيحرص دايما على انه يخلي كل العاملين اللي في المصنع عنده مبسوطين، وعمل لهم ملعب كره القدم ده علشان يرفهوا عن نفسهم. نرجع بقى للغزاله. في يوم كانت الغزاله معديه في الملعب، فضربتها الكره بالغلط وراحت الغزاله عند اللي خلقها، فقرر الخواجه خريستو ان هو يعمل لها تمثال على باب المصنع بتاعه، وخلاها كمان شعار المنتجات بتاعته.